سلام. اليوم جبت لكم جوج قصص هما كيتشابهوا بزاف، ولكن القصه الاولى او الجريمه الاولى كانت عندها واحد النهايه مأساويه وخايبه بزاف. هاد الجريمه الاولى كتعتبر من ابشع جرائم التسعينات في مصر. هذه واحد العائله متكونه من زوج سميتو هاني ومرته سميتها نانيس، عندهم جوج وليدات هادي وأنس. كانوا عايشين بخير، الدنيا هانيه. نانيس كانت واحد الانسانه زوينه خلوقه مربيه وقاريه، كانت مهندسه. القصه ديالهم غادي تبدا من نانيس وهاني غادي يقرروا انهم يصبغوا الدار. فعلا قرروا انهم باش يبدلوا الديكور ديال الدار ويصبغوا، غادي يجيبوا واحد 3 الاشخاص هما معلميه، يجيبوهم باش ياخذوا هذيك الاجراءات الروتينيه، يتفاهموا على الثمن والالوان. افكتيفمون فاش جاو هذوك 3 المعلميه كانوا كيدويو مع هاني على هاد التفاصيل. قالوا لي راه خاصك تعطينا العربون باش نبداو. قال لهم واخا. هو يعيط على مرتو نانيس، قال لها جيبي لي الفلوس من لا شومبر. دخلت نانيس مسكينه لا شومبر، خرجت عندهم. اول حاجه شافوا ان الفلوس خرجوا من لا شومبر، يعني هاد الناس كيخبيو فلوسهم في الدار. ثاني حاجه بانت لهم المراه دايره الذهب وداك الشيء. هنا ركبهم الشيطان وبداو كيخططوا انهم كيفاش يشفروا الذهب. هذه واحد الخطه داروها المجرمين باش انهم يولفوهم وصافي كيجيو عادي، كيدخلوا العماره عادي، كيصبغوا الدار، راهم صباغه كاينين معاهم. كتجيب لهم المراه مسكينه الشاي. المهم دوزوا الوقت. واحد النهار فاش قرروا انهم غادي يدخلوا ينفذوا الخطه ديالهم، جاو دقوا ولكن ما كانوش دايرين بحساب ان راه الراجل راه كاين. فاش حل لهم الباب تفاجئوا ان هاني هو اللي حل لهم الباب. السلام ياك لاباس؟ قالوا لي راه واحد البلاصه باقي ما كملناهاش، بغينا نكملوها. السيد على نيزو قال لهم واخا دخلوا مرحبا بكم، كملوا هذيك البلاصه اللي كانوا هما مخليينها اكسبري باش يرجعوا لها. وشربوا معاهم الشاي وهبطوا. قالوا عرفتي شنو غنديروا دابا؟ ما غاديش نمشيو غير على الله وغادي ندقوا، غادي نوقفوا بعيد من باب العماره وغادي نشوفوا حتى يخرج هاني غادي الخدمه ونطلعوا عند مرته. فعلا هذاك الشيء اللي داروا. بقاو واقفين بعيد، بان لهم هاني خرج من العماره غادي الخدمه ديالو. طلعوا جوج دقوا عليها، السلام عليكم. المراه فاش حلات تفاجات وهي صراحه تخلعات مسكينه، ولكن قالوا لها راه حنا نسينا شي حاجه ديال ماتريال بغينا ندخلوا ناخذوها. قالت لهم واخا. هي قالت غادي ندخلهم ونخلي الباب محلول، زعما حتى الا بغاو يديروا شي حاجه راه نغوت الجيران غادي يجيو ليا. قالت لهم واخا انا نصاوب لكم الشاي. دخلت مسكينه غادا الكوزينه، حتى واحد جاي موراها سد الباب ولقات راسها هكا شادها خانقه بيدو شاده. بدات كتطلب فيه، قالت لي عافاك خذ اللي بغيتي غير ما تادينيش. ما جات فين تكمل الميساج ديالها حتى الثاني جا بدا كيضربها بالموس، ضربها في جنبها، ضربها في كرشها، حتى الكوزينه كلها عمرات بالدم وطاحت مسكينه جثه هامده. ناضوا حيدوا لها دوك الدهيبات اللي عندها، طلعوا من الشرجم، عطاو الاشاره لهذاك الشخص الثالث اللي كان كيتسناهم من تحت. صافي جا عندهم جالسين كيقلبوا في لابارتمون على ما يتشفر. وليداتها لقاوهم كيلعبوا مساكن في لاشومبر. ما حلوا عليهم باب، قالوا لهم فينا يا ماما؟ قالوا ليه راه ماماك، قالوا لهم راه ماماكم تجرحات، هي غادا تجي عندكم. ومع الدراري مساكن صغار، البنيه عندها 5 سنين وليد عنده عامين، ما عارفين والو، ملائكه. بقاو كيلعبوا واحد شويه. هذوك المجرمين فكروا ان البنت عندها 5 سنين، يعني تقدر تقول شكون اللي كان، يعني تقدر تفتحهم. شدوها وجروها، خرجوها على برا وداروا لها مسكينه شرويطه على فمها. وواحد قاجها بيدو باش يقتلها، هكا قاجها بيدو. جا الاخر عطاها دقه بالموس، طيحوها مسكينه تاهي بدمايتها، وشدوا الدري صغير وخشاوه في الماريوس دو عليه. الدري صغير مع شاف راسو في الماريوس غير مسكين حتى كيغوت. هما هذاك الصوت ديالو صدعهم، كيغوت وهما الزربانين باغيين يشفروا وكيغوت. حلوا عليه الماريو مسكين. شوفوا المالوغ في هادشي، انه حلوا عليه ماريو. هذاك اللي حل عليه ماريو مسكين الدري هو تلح عليه، يعني هو حس بالامان ملي هذاك حل عليه ماريو. ساود الحرام شد الشال ديال ماماه، دورها على عنقو جيفو
وقتلو تا هو مسكين وخرجوا في حالهم، سدوا الباب. هاني خرج من الخدمه جاي حل الباب ديال لابارتمون ديالو، كيتفاجئ ان مرته مسكينه طايحه في الكوزينه غارقه دميات. بدا كيعيط على وليداتو حتى حد ما كيجاوبو، حتى كيتفاجئ تا هما مساكن مقتولين. عيط على البوليس. في الاول البوليس قالوا لي واش كتشك زعما في شي حد في الجيران او لا شي حد كيعرف نانيس من عائلتها او لا من عائلتك، لان القضيه فيها سرقه، يعني شي حد كيعرفكم. الزوج قال لهم شوفوا انا راه هذه واحد السيمانه كانوا عندي 3 ديال المعلميه كيصبغوا لي الدار، انا شاك فيهم هما اللي غيكونوا داروا هذا الفعل. فعلا شدوهم داو كيستنطقوهم، كيديروا معاهم استنطاق. بداو كيستنطقوهم، وكانت عاوتاني واحد الشهاده ديال العساس ديال لابارتمون قال لهم راني شفت واحد فيهم خارج. دونك صافي هما اعترفوا بانهم فعلا دخلوا قتلوا المراه وخداو الذهب وقتلوا الوليدات. وهذه الجريمه هذه حسني مبارك بنفسه امر باعدام هاد ال3 المجرمين، وهذاك الاعدام ديالهم قال لهم غادي يتصور في القناه المصريه وغيدوز في التلفازه باش يكونوا عبره لاي واحد كيفكر انه يدير بحال هكا. ودابا غادي نجيو للقصه الثانيه اللي هي كتشبه ليها. هذه واحد السيده مغربيه راجلها خدام على برا وهي عايشه في الابارتمون ديالها، وهي عايشه في الابارتمون ديالها هي وليداتها في المغرب. كاينين دي كوبل كيديروا بحال هكا. المهم المراه فكرت انها تجيب السباغ باش تصبغ دارها. صافي جابت السباغ بدا كيصبغ. وانتم عارفين حنا فينا واحد القاعده، المعلميه ما كيبقاش غير معلم عندك في الدار، راه كيولي كيعطي الراي ديالو، هذا خطا. كيولي كيعطي الراي ديالو، كيدخل معاك مع العظام. صافي السيده كيسولها فين هو الراجل، عطاتو قصه حياتها كامله عاودتها ليه، راه راجلي برا وانا ولادي هنا. صافي السيد تما الشيطان لعب ليه في مخه، ولكن قال انا دابا ما غندير حتى حاجه لان الجيران عارفين انها راه عندها السباغ. كمل الخدمه ديالو ومشى. واحد المره كتسمع الدقان في الباب، حلات لقات واحد المراه قالت لها الله يعطيك الستر عطيني عافاك واحد الكاس ديال الماء. حنا عاوتاني من العادات ديالنا ومن العرف ديالنا حشومه تسد على شي واحد الباب في وجهه. خلات الباب مبسم ومشات للكوزينه باش تعمر الكاس. عمرت الكاس ديال الماء، خرجت كتقلب السيده غابره. دقات على الجيران، واش ما شفتوش واحد المراه راه جات قالت لي بغيت كاس ديال الماء وراه ما جيت فين نعطيها الماء حتى غبرات. قالوا لها الجيران حنا ما شفنا حتى حد. ملي شافوها خايفه ومخلوعه جاو الجيران جلسوا معاها قالوا لها حنا جالسين معاك. هي عيطات على خوها وعاودات لي قالت لي راه شنو واقع لي وشنو واقع لي راني خايفه. قال اخوها واخا انا غنسالي من الخدمه وغادي ندوز عندك في العشيه. بقاو الجيران جالسين معاها حتى العشيه. جا خوها سد الباب قال لها انا غادي نقلب على هاد خيتي، الا كانت في السما غنجبدها ولا كانت في الارض غادي نجبدها، المهم غنقلب على هاد الدار كامله. بدا كيقلب في الدار، دخل لا شامبر تحنا تحت الناموسيه وهو يلقى السيده مغشيه تحت الناموسيه وجالسه. ملي جبدها لقى عندها جنويه، شدها السيد ربطها قال لها شنو واقع، قولي لينا علاش دخلتي عند اختي. قالت لهم انا راه جايه من طرف السباغ، راه قال لي واحد المراه عايشه بوحدها ما كاينش الراجل، غنديروا لها هاد الخطه تخشي نتيا تحت الناموسيه حتى لهاديك الوحده جوج الليل حتى المراه تنعس، عيطي لينا غنجيب حنا 3. المهم كانت القضيه توصل حتى للقتل، وغادي نشفروا السيده ذهبها وشغلها ونخرجوا بحالنا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمد رسول الله. يحفظها الله هاد السيده، والله الا حفظها الله. دايره شي حسنه هاد السيده وقفات ليها. وهنا اشنا هي العبره اللي كناخذوا، اننا خاصنا نتكتموا شويه على حياتنا الشخصيه، ما نبقاوش نبينوا اشنو عندنا. راه عندنا الفلوس، راه عندنا هادي، ماشي غير مع الغرباء، كاينين شي وحدين من عائلاتهم وغدروا بهم. نتكتموا ما نقولوش راه حنا عندنا الفلوس ولا عندنا الذهب، ولا ما نوريوش الناس كاع غادي نجيب لي انا الفلوس. ما مشيش انا على عيني نحط الفلوس في واحد البليصه هذاك المقدار اللي باغا نعطيه ونعطيه ليه. وهذا ما كنتمنى ان القصه ديال اليوم تكون عجباتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.